مساء الفل. قضيتنا النهاردة من أغرب القضايا على الإطلاق. بتبتدي قصتنا النهاردة طفل صغير، يعني أبوه وأمه ماتوا في حادثة ومالوش في الحياة غير جدته. جدته خدته وربته، وكان متفوق جدا في الدراسة لحد ما وصل للثانوية العامة وجاب مجموع كبير جدا يدخله كلية الطب اللي هو كان حلم حياته. وفعلا جدته وصلته لحد الكلية وقالت له بص، أنا دلوقتي مش هقدر أصرف عليك في كلية الطب، أنا وصلتك لحد الثانوية العامة ويا ابني أنا معيش، ما أقدرش أصرف عليك في الكلية والكلية مصاريفها كتيرة جدا. فاقترحت عليه إن هو يروح يشتغل مع واحد قريبه محارس عقار وبيشتغل جنب الكلية بتاعة الولد ده. وفعلا راح اشتغل معاه وكان بيجيب مصاريف كليته يدوب اللي على القد. الولد كان أمور كده وكان يعني حلو وأخلاقه كويسة جدا. شافته بقى واحدة في العمارة، الست دي كانت فائقة الجمال، فشافت الولد كده من فوق لتحت وقالت لحارس العقار، قالت له مين الأمور ده؟ قال لها ده واحد قريبي جاي بيشتغل معايا عشان خاطر بيدرس في كلية الطب. الولد بقى دخل ايه مزاج الست دي، قالت له طيب انا هبقى كده هحتاجه ان هو يروح يشتري لي حاجات ويقضي لي كده شويه طلبات. الولد قال لها انا تحت امرك. الولد كان معجب بيها جدا لانها زي ما قلت لكم كده ست جميله جدا وشيك وانيقه، ويعني يتمناها اي راجل، بالرغم ان هو الولد سنه اصغر منها بكتير، يعني في حدود كده لسه ما كانش كامل 18 سنه وهي كانت كبيره شويه في السن. المهم الولد بقى يروح يجيب لها طلباتها واللي هي عايزاه كان يعمله لها لحد ما جرجرته للرذيله. وطبعا انتوا فاهمين الولد كان عاجبها جدا وكانت بتستخدمه علشان خاطر يشبع رغباتها. فكانت بتجيب له بقى لبس وبتجيب له اكل كويس وبتديله فلوس كتير. الولد غرق في عسل الست دي ونسى دراسته ونسى كلية الطب، وابتدى بقى يروح في طريق وحش جدا، بقى يشرب مخدرات، يشرب خمرة طبعا عشان يجاريها. لحد ما جه في يوم بقى والست دي زهقت منه جدا، قالت له بقول لك ايه، انت بقى روح شوف حالك وشوف مصلحتك، انا في واحد متقدم لي وهتجوز. قال لها طب ما تتجوزيني انا. قالت له اتجوزك انت؟ ده انت عيل بالنسبه لي، ما ينفعش. اللي هتجوزه ده واحد في سني ومعاه فلوس وغني جدا، انا هتجوزك هعمل بيك ايه يعني؟ الولا جن جنون. بعد ما كان بيحبها بقى وغرقان في عسلها، قال لك لا انا مش هسكت، بعد ما اكلتني لحم هترميني عظم، انا لازم انتقم منها. وفعلا الولد قرر ان هو ينتقم منها ابشع انتقام. في يوم من الايام كده بعد ما شرب بقى خمره وبقى نيله خالص، راح لها البيت، طبعا كان معاه مفتاح الشقه، فتح ودخل لقاها نايمه جوه في اوضه النوم. ما حسش بنفسه غير وهو بيجيب السكينه وبيضربها عده طعنات. وطبعا الجيران بقى والناس كلها عرفت الحكايه، طبعا عارفين بقى مين اللي قتلها لما اكتشفوا ان هي مقتوله في شقتها، لان هو جرى وساب الباب مفتوح. وطبيعي طبعا اي حد طالع ولا نازل لقى الباب مفتوح كذا مره كده لازم هيشك فيه ايه، فدخلوا لقوها مقتوله جوه وسايحه في دمها. وطبعا كانوا عارفين العلاقه اللي بين الولد ده وبينها. المهم البوليس قبض عليه وفعلا اعترف ان هو اللي قتلها. بس كان في حاجه غريبه جدا، كانت الذهب بتاعها كله اللي موجود في الشقة كان مسروق، والولد حلف وأقسم يمين إن هو ما جاش جنب الذهب ده ولا شافه ولا يعرف مكانه فين أصلا. ما هو طبيعي جدا إن هو لو فعلا سرق الذهب ما هيعترف ما انت يعني ما فيش مفر، ما انت كده كده إعدام إعدام. لكن الولد كان مصر جدا إن هو ما سرقش الذهب ولا شافه. المهم جدته راحت لمحامي كبير جدا وقعدت تتذلل له، ارجوك انقذ ابني انا بموت من غيره، ولو جراله حاجه انا مش عارفه هيجرالي ايه، وانا معيش فلوس اقوم محامي كبير، فارجوك لو تقدر تترافع عنه اترافع عنه ويجيب له ان شاء الله حتى حكم مخفف، انا بموت من غيره وما اقدرش ان انا اعيش لحظه واحده لو هو جراله حاجه. الله خلاص انا هطلع على محاضر التحقيق وهشوف هعمل ايه. وفعلا راح اطلع على المحضر، لقى حاجه غريبه جدا، لقى ان المحضر اتعمل الساعه 11 قبل الولد ما يتم 18 سنه بالظبط. يعني لو المحضر اتعمل بعد الساعه 12 كان الولد ده لبس الاعدام لبسه. هو فعلا اتحكم عليه بحكم الاعدام. لكن لما المحامي بقى فتح التحقيقات من تاني، طبعا القضيه اتقلبت راسا على عقب وتخفف عنه الحكم. لكن بعد كده حصلت حاجه غريبه جدا جدا جدا. الدهب فاكرين اللي انا قلت لكم اتسرق من الشقه والولد حلف ان هو ما جاش جنبه ولا شافه؟ واحد جوهرجي بقى اتصل بالشرطه وقال لهم في واحد جاب لي مجموعه من الذهب وطبعا مش عارف قيمته خالص وعايز يبيعه باي سعر،
فانا خدت منه الذهب وقلت له عدي عليا تاني يوم علشان خاطر ادي لك المبلغ كامل والذهب عندي، وتعالوا شوفوا الذهب وشوفوا مواصفاته يمكن يكون مسروق من حد. وفعلا شافوا الذهب، عرفوا ان هو الذهب ده بتاع الست دي بشهاده طبعا الجيران ان هم كانوا بيشوفوها لابسه الذهب ده قبل كده، وطبعا في صور في البيت بقى وشافوا ان هي كانت مصوره ولابسه الذهب ده. جابوا بقى الولد ده، طبعا المحل كان فيه كاميرات وشافوه وعرفوا مين هو وجابوه من قفاه. لما جابوا الولد ده اعترف بكل حاجة وقال ان هو فعلا كان ماشي مع الست دي وكان خايف ان هي تعمل فيه زي ما عملت في الولد اللي هو سابته عشان خاطره، وقال انا قلت انفد بجلدي وخدت الذهب كله ومشيت وسبتها بدل ما تاخدني لحم وترميني عظم زي ما عملت مع الولد التاني. ودخلت قتلتها، ضربتها على دماغها وخدت الذهب ومشيت. بعديها على طول بقى كان دخل مين؟ طالب كلية الطب ده، لقاها نايمة في السرير، ما خدش باله ان هي مقتولة ولا مش مقتولة، يعني بقى واخد خمرة ولا واخد ايه مش حاسس بدنيته خالص، ضربها عدة طعنات ومشى. يعني معنى كده ان الولد ده ضربها بالسكينة وهي مقتولة اصلا. القضية بقى اتقلبت رأسا على عقب اكتر واكتر. بعد ما كان محكوم عليه بالاعدام اتحكم عليه بالبراءة. شفتوا بقى؟ ولا في الأحلام، لا ولا في الأفلام، يعني القضية دي لو اتعملت فيلم أصلا مش هنصدقها. سبحان الله. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسونيش بقى لايك وشير، واستنوني في الحلقة الجاية مع قضية غريبة جدا جدا. باي باي.